بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أنار الله مساءكم بالقرآن، وزادكم عافية واطمئنان، ووهبكم شفاعة حبيب الرحمن، وألبسكم حلل الرضا والغفران، وأضاء قلبكم بالتقوى والإيمان، وأيدكم بنصر منه على الإنس والجان، ويغفر لنا ما تقدم وما تأخر من الذنوب. آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا في خديجة للطبخ البسيط. نرحب بالمشتركات الجدد، نقول لهم أهلا وسهلا في عائلتكم الثانية. اليوم جيتكم بفيديو بقلاوة بالقطايف، ان شاء الله تعجبكم، اللي هي بقلاوة تيركواز. جات رائعة يا البنات، كنت حضرتها في العيد وحبيت نشارك الوصفة معكم. شوفوا كيفاه جاية هشيشة ومعلكة في نفس الوقت، وبنتها روعة روعة يا البنات. شوفوا الطبقات كيف راهم باينين مع انهم من الاسفل. ما نطولش عليكم، نروحوا للمقادير. هنا عندنا طحين كيلت، هي عجينة البقلاوة 4 كيلات بكيلة. أنا كنت بما أنه راها طبقة واحدة، درت 2 كيلات طحين، درت نصف كيلة إدام. هنا درت ملعقة فانيلا، ودرت رشة ملح، وهذا عندي ليدام طبعا ذوبوه كي قلت بهذه تاع لابيل. درت 2 كيلات. المول تاعي راه 30 على 35، يرفد كيلو من كلش، كيلو طحين وكيلو كاوكاو وكيلو عسل. درت انا هنايا بالنسبه للعجينه، بما انه راها بالقطايف درت نصف مقادير العجينه. درت ليدام، طبعا لازم يكون بارد ليدام، تذوبوه تخلوه يبرد، او مارغرين اللي متوفر عندكم. انا درت السمن تاع المدينه. ونبسس الطحين تاعي مليح. قلت لكم ضفت ملعقه فانيلا ورشه ملح فقط. والطحين 2 كيلات او 2 كوب. انا المول تاعي يرفد كيلو. نبسس مليح الليدام مع الطحين كما راكم تلاحظون. نتاكد باللي الليدام دخل مليح في الفرينه. نبدا نرش بماء الزهر. طبعا ترشوا بشويه باه ما يفوتكمش ماء الزهر وتجيكم عجينه طريه. لازم تكون عفوا طريه، لازم تكون العجينه يابسه يا البنات، لانه رايحين نحلوها بالمايزينا او النشاء، باه ما تشربناش النشاء وتتبدل النكهه نتاعها والقوام نتاعها. قد تبدا تتلم لكم العجينه، تحبسوا ما تبداوش ترشوا بالماء الزهر. الرش بالقطرات فقط. تدي تقريبا نصف كوب ماء زهر، وعلى حساب الطحين راه كاين اللي يشرب كاين اللي ما يشربش. المهم تتحصلوا على عجينه تكون يابسه ما تكونش طريه، باه تضمنوا بلي البقلاوه تاعكم تجي مليح، تحصلوا على نتيجه رائعه. شوفوا القوام تاعها راها يابسه يا البنات. طبعا نخليها ترتاح، نعركها مريره، لازم تدلكوها 10 دقائق ونخليها تريح. شوفوا القوام تاعها راه جاتني شويه يابسه. هنايا ضفت لها ماء الزهر. لازم تدلكوها مليح. شوفوا القوام تاعها. خلوها ترتاح نصف ساعة ونروحوا الآن للحشوة. هنا عندي 800 غرام كاوكاو، ما درتش كيلو كامل، درت 800 غرام. طبعا حمصتو، ما تحمصوهش نزه الكاوكاو تاع البقلاوه، عفوا البقلاوه يكون اللون تاعو ذهبي. هنا ضفت لها 3 ملاعق إدام، ملعقة كبيرة فانيلا. إلا عندكم عطر اللوز المر، أنا نضيف لها الحشوة، نضيف لها عطر اللوز المر يعطي نكهة رائعة كأنكم تاكلوا في اللوز. اختياري، تحبوا ما تضيفوش تخلوا نكهة الكاوكاو كما تحبوا. طبعا ضفت 3 ملاعق سكر كمشتو أو 4، ما كثرتش السكر، وخلطتهم مليح
ومن بعد بديت نرش بالمزهر. ما ترشوش الحشوه نتاعكم بالمزهر نزهه باه ما يجيكمش الكاوكاو يخرج لكم من الاطراف، باه تجيكم طبقه تاع الحشوه تجيكم متلاصقه مع العجينه ومع القطايف وما تخرج تجي متماسكه. شوفوا القوام تاع الحشوه. طبعا لازم تحكوه مليح باه يذوب لكم هذاك السكر وتخلوه بجهه يرتاح. الان نروحوا للعجينه تاعنا. بالنسبه للطبقات كما تحبوا نتوما، تحبوا ديروا 4 طبقات، تحبوا ديروا 5، تحبوا ديروا 6 أو 7. انا درت 6 طبقات. العجينه تاعي جاتني 6 طبقات. كورت العجينه تاعي قسمتها ل 6 كويرات. انا حبيت نديرها ب6، نتوما كما حبيتوا تقدروا ديروها ب7. نجيب هنايا مايزينا او نشاء ونحل العجين تاعي. بالنسبه للطبقات لازم الطبقه العلويه والسفلى لازم يكونوا اكبر من الطبقات الاخرين كي تعودوا تحلوا فيهم كما راكم تلاحظوا، لانه بعد كي نديرهم فوق بعضهم ونجو نحلوا فيهم تتكمش الطبقه العلويه والسفلى تتكمش. من الاحسن انكم تحلوها اكبر من الطبقات الاخرين. نحل بالطبقه بالكويره ونرش عليها النشاء. ندير طبقه مليحه من النشاء كما راكم تلاحظوا. شوفوا هذه الطبقه السفليه اللي نحلها كبيره. هنايا في الفيديو راه واضح، ان شاء الله تكونوا فهمتوا يا البنات. ونواصل حل الطبقات كامل. بقلاوه سريعه واقتصاديه ما تديش كامل الوقت. انا عجبتني، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. اني كملت كامل الطبقات. هذه الطبقه الاخيره نحلها كبيره، ومع اني حليتها كبيره تكمشت لي وانا نحل من بعد ما تحلتش مع الطبقات الاخرين. لازم ترشوا مليح بين الطبقات بالنشاء. شوفوا كما راني راشة انا راه من بعد كامل ما يبانش، ولازم العجينه تكون يابسه باه ما تشرب لكمش هذاك النشاء كما راكم تلاحظوا. خلوها ترتاح قبل ما تبداو تحلوا فيها. خلوها ترتاح نصف ساعه باه تعطيكم باه تجيكم سهله في الحل. انا كنت مضطره خليتها ربع ساعه فقط. شوفوا ديروا هذه الطريقه. اضغطوا عليها من الجوانب باه ما يهربوا لكمش الطبقات من بعضهم وتجيكم على مستوى واحد. وابداو حلوا. اروحي من الوسط وحلي من الاطراف كما راكم تلاحظوا. لازم تتبعوا هذه الخطوات باه تجيكم نتيجه مضمونه ان شاء الله. شوفوا الطبقه العلويه مع اني كبرتها هي تكمشت، معليش من بعد نزيد نحلها وحدها. رشوا مليح بالنشاء باه ما تلصق لكمش الطبقات. انك تعودوا تحلوا فيها حلوها على حسب المول تاعك. انا المول تاعي راه 30 على 34 او على 35 عفوا سنتيم. لازم تكون اكبر من المول باه نطلعوا العجين تاعنا في الجوانب. هذه الطريقه تعجبني احسن من طريقه المشينه تاع البقلاوه، تدي وقت وتدي جهد. هذه سريعه صدقوني كملتها في وقت قياسي. انا كنت خدمت البقلاوه وخدمت الكوكيز نهار عرفه، نهار يوم قبل العيد فقط، لذلك ما قدرتش نشارك معكم الحلوى قبل. معليش ما فات والو ان شاء الله. شوفوا الطبقات كيفاه جاوني. ومع انه العجينه قلت لكم راها يابسه شربت كامل هذاك النشاء اللي درتو. ثم المهم الا بقى لكم النشاء لازم تتخلصوا منه بالبانسو تمسحوه كامل وترفدوا الطبقه نتاعك. هنا راني دهنت المول تاعي ووضعت عليه الطبقه الاولى من العجين ونزيد ندهن فوق الطبقه هذه كما راكم تلاحظوا. شوفوا لازم تخلوا العجين خارج من الجوانب، تدهنوها دهنه خفيفه فقط ما تكثروش ليدام.
وتضيفوا الطبقة الثانية. شوفوا راها تتنحلي بكل سهولة، بلا حلال بلا والو. تقدروا نتوما تساعدوا رواحكم بالحلال، ترفدوها بالحلال ديروها في المول. طبعا هنا تسخنوا الفرن تاعكم لأقصى درجة وتبقاو تخدموا. البقلاوه العاديه اللي تكون كامل بالطبقات او بالعجينه ما تكونش بالقطايف، كي تخدموها كيما هاك ديروها في المول، لازم تخلوها ليله كامله تبات وغدوه من ذاك طيبوها. انا هذه الصراحه لضيق الوقت ما خليتهاش باتت، كملتها منا طيبتها منا. ندير كامل الطبقات تاوعي في ستة، وكل طبقه وطبقه ندهن دهنه خفيفه بالسمن او بالمارغرين اللي متوفر عندك. انا في هذه المرحله راني ما ضغطتش على الطبقات، تضغطوا كي تضيفوا الحشوه. كما راكم تلاحظوا راني ندهن في دهنه خفيفه. شوف كيف راها تنزع بكل سهوله. جات بنتها روعه يا البنات، نتمنى انكم تجربوها. هذه الطبقه الاخيره تخلصت من النشاء وزدت حليتها شويه ودرتها في المول. الان نروحوا للحشوه بعد ما ارتاحت. شوفوا القوام تاع الحشوه، تحسوها كالكسكس. ترشوا رشه خفيفه فقط وتبقاو تحركوا فيها، تضمنوا باللي السكر تاعكم هذاك ذاب مع الكاوكاو وتعسل الحشو تاعكم. الان تسووه مليح مليح باه ما تجيكمش حبه طالعه وحبه هابطه، وخاصه في الجوانب تاع المول لازم ما تخلوهمش هابطين. تسووا الكاوكاو تاعكم مليح او الحشوه نتاعكم ومن بعد اضغطوا كما راكم تلاحظوا. راني درت 800 غرام كاوكاو. مو الأحسن انكم الكاوكاو ما تحمصوهش نزهه، تخلوه يدي لون ذهبي فقط. ومن بعد ارحوه هو سخون الكاوكاو تاعكم باه ما يعجن الكمش. هذه كملاحظه، وهو سخون ديروه في الربو باه ما يعجنش. وما تغربلوش تنحوا منه الكاوكاو الخشين والكاوكاو الرقيق، لا ديروه كيما راه. حاولوا انكم ترقوه شويه الكاوكاو باه تجينا متماسك الحشوه. ننزع الاطراف تاع العجينه نتخلص منها ما نحتاجوهاش. ننزع كامل الجوانب بالسكين ونروحوا نجيبوا القطايف نتاعنا. كنت استعملت 500 غرام قطايف، كانت كافيه. تحلوها مليح، وهذه الخطوه ضروريه انكم تحلوهم مليح باه ما يجوكمش معجنين. والان نجيب السمن تاعي، نضيف لهم 4 ملاعق سمن ونرشهم بملعقه مملوءه فانيلا، تعطي لهم الاحمرار هذاك، تعطيهم ذاك اللون الذهبي الرائع، وايضا تعطي لهم نكهه. ونحرك هذاك نزيد نعاود نحرك القطايف تاعي به كامل تشربوا هذا السمن كما راكم تلاحظوا. وتتوزع الفانيلا مليح. الفانيلا كنت درت بودر. الان نجيب المول تاعي اللي فيه البقلاوه، نوزع هذا القطايف على الحشوه فوقها مليح ونسويها. لازم تكون القطايف مستوى واحد، لازم تسووها مليح باه يجي شكل الحبه مليح تاع البقلاوه.
واضغطوا عليها، لازم تضغطوا عليها هنا كي تسووها، تضغطوا عليها مليح مليح باه تساعدكم بعد في التقطاع وما تنفصلش الطبقات على بعضها. الآن هنا جبت عندي هذه ورقة، كنت قستها بقياس 4 سنتيم وباه يجوني الحبات متساويين. كما راكم تلاحظوا نقطع البقلاوه نتاعي، كانت خدمت لي 42 حبه بحجم متوسط. كما راكم تلاحظوا راني نضغط، وانا السكين لازم تهبطوه للاسفل، تقطعوا ثاني الطبقات او العجينه السفليه بهذا الشكل. كما راكم تلاحظوا الان نزيد نرشها بالسمن باه تدي تحميره في الوجه. طبعا نغطي الفرن، عفوا نغطي المول تاعي بالبابي كويسون ثم الالومنيوم وندخلها الفرن على 180 درجه. الفرن راح يكون مسخن مسبقا. كما راكم تلاحظوا راه القطايف في ساعه طيب لازم تغطوها بالالومنيوم حتى تضمنوا باللي الطبقه التحتانيه هذيك طابت. تنحوا البابي كويسون تاعكم والالومنيوم وشعلوا الفرن تاعكم من الفوق باه تدي هذا التحميره. القطايف راها في ساعة تتحمر. الآن عندي كيلو تاع عسل أنا كنت صنعته في البيت، ثم تقدروا تشروا كيلو عسل كما حبيتوا أو تخدموه. درت 2 كيلات ماء مع كيلو سكر، تحصلت على هذا القوام. درت له طبعا ملعقة صغيرة شب وشريحة ليمون. نسقيها كامل، راها تديكم كيلو كامل تاع عسل. وطبعا كي تسقوها بالعسل تخلوها تبات في العسل تاعها. ديروا له بعد ما يطيب العسل تاعكم ديروا له فنجان ماء زهر ورشه فانيلا، تعطي له نكهه رائعه. وهذا شكل بقلاوه تيركواز تاعنا، كانت رائعه يا البنات. نتمنى انكم تجربوها، فعلا تستحق التجربه. زينتها بحبات لوز وجوز وكرز. شوفوا الطبقات من الاسفل. وكنت جبت شوية عسيلة وضفت لها ملعقة صغيرة غلوكوز وسخنتها ودهنت بها الجوز واللوز باه يعطوني هذيك اللمعة اللي من الفوق. ان شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم. اذا عجبكم الفيديو ديروا جميل البنات، واللي اول مرة تزور قناتي نتمنى انها تشترك وتفعل جرس التنبيهات باه يوصلها كل جديد. وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في لي كومنتير. نقول لكم خليتكم في رعاية الرحمن، وفي فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.